واحد السيد قال لي انت يلاه بديتي التجاره وباك كتفهم علينا. فعلا جوابا لهذا السيد هذا، فعلا حنا يلاه بادين التجاره، والتجاره هي راه واحد البحر اللي هو كبير، ميمكنش غادي تعرف كل شيء. ولقول الله سبحانه وتعالى وما اوتيت من العلم الا قليلا. كاع اللي كيقول لك انا عرفت وانا وصلت وانا فاهم وانا عارف، راه باقي ما عرف حتى شي حاجه. لهذا السبب الانسان دائما خصو يبقى طالب العلم، ودائما خصو يبقى في التواضع، ودائما خصو يبقى الراس صغير وكيتصنت. مرحبا بجميع الملاحظات. الى عندك شي حاجه اللي ما فاهميناش حنا، بارطاجيها، دير فيديو، صور فيديو، بارطاجيها باش ان شاء الله انا نستافد والاخوان تما كاملين يستافدوا. لان التجاره كما قلت لكم راه بحر. المحل التجاري بالنسبه لنا حنايا راه واحد المدرسه اللي هي كبيره، خصوصا المحل التجاري انه كيجي في واحد السوق تجاري، وداك السوق التجاري فيه بزاف ديال الحوايج، كتعلم فيه بزاف ديال المهارات، كتعلم الذكاء العاطفي، كتعلم الثقه في النفس، كتعلم التواصل، كتعلم تقنيات البيع والشراء، كتعرف على مختلف الشخصيات كما قلت في الفيديو اللي فات. يعني كتحاول تضبط الامور ديالك، كتحاول تكون منضبط في الوعود ديالك، في الالتزامات ديالك. يعني كيعلمك مجموعه من الاسس اللي ما يمكنش ليك تعلمهم من وراء البيسي. هذا كما قلت لكم، المحل التجاري هو واحد الباك، خصوصا المحل اللي كيجي وسط السوق. وسولوا الناس اللي كاينين في الاسواق التجاريه ديال الدار البيضاء، سوق القريعه، سوق كراج علال، سوق درب غلاف، درب السلطان، السوق ديال الجمله، اسواق الجمله سواء درب عمر ولا الاسواق الكبيره اللي كتبيع الخضروات والاسماك. المهم كاع البلايص اللي فيهم الاسواق سواء في الدار البيضاء او خارج الدار البيضاء، راه الناس اللي كبروا وسط السوق غادي يقولوا لكم الاهميه ديال السوق. لان يقدر جارك يعلمك، جارك راه بحال الوالد ديالك، يقدر الكليان يعلمك، يقدر يعني ولد عمك كبر منك يعلمك، يقدر خوك كبر منك يعلمك. فهمتي؟ يعني كدوز اطول عدد ديال الساعات اكثر من كدوزو في الدار ديالك مع ناسك ومع والديك. لهذا السبب كتشرب وكتابسوربي واحد لاماس ديال لي زانفورماسيون، وهذاك الشيء كتعاودوه بشكل يومي. يعني شوف انت شحال في عمرك وانت في السوق، 20 عام، 18 عام، يوميا كدير التكرار وكتصحح الاخطاء وكتخطا وكتصحح وكتخطا وكتصحح. فشكرا بزاف الناس اللي صبروا على الاخطاء ديالنا، كنشكرهم من هذا المنبر. خيركم ما غاديش ننساوه ان شاء الله مدى الحياه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى نكونوا حتى حنايا امل الناس اللي جاي من ورانا، ومازال حنا كنتعلموا في الدومين ديال التجاره. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الشيء اللي تعلمناه ونعلموه للناس اخرين يكون في الميزان الحسنات ديالنا والميزان الحسنات ديالكم. وكما قلت الاخ، راه دائما تعلم تعلم تعلم. ما كاينش شي واحد وصل، ما كاينش شي واحد اللي فاهم في التجاره. التجاره بحر يعني لا ينتهي. دائما كتلقى استراتيجيات، دائما خطط، دائما بزاف د الحوايج. كتلقى ناس جداد حنتو ناس قدام، كتلقى ناس قدام يعني خطات وطرق باش كيفكروا، الطريقه باش كيشتغلوا منذ يعني مئات السنين، باقي لحد الان تثبت النجاح ديالها. وبزاف ديال الناس خدامين بها. يعني تبارك الله ما شاء الله. انت دير التوليفه ديالك، خذ شويه من القديم وشويه من الجديد، وحاول دير واحد التوليفه اللي غادي تخدم لك المشروع ديالك والبزنس ديالك. تبارك الله عليكم. وبغيت نشكر هذا السيد هذا اللي قال لي انت باقي يلاه بديتي في التجاره وكتهضر عليها. شكرا ليه بزاف، لانه فكرنا اننا باقيين تلاميذ وباقي يعني خصنا نتعلموا بزاف ديال الحوايج.